تعالوا النهاردة نعمل مع بعضينا الحواوشي الصيامي النباتي بفول الصويا. طبعا انا انتهزت ان انا عندي العيش البلدي ده، فقلت لازم اعمل حواوشي بعمله صيامي بيبقى تحفة. طبعا السر في المكونات. تعالوا كده نبدأ مع بعضينا. عندي بصلاية كبيرة، عندي فلفل الوان. بس طبعا الفول الصويا انا بجيبه من محل اسمه الرانشو او فيستا، ده بيكون موجود فيه، وانا نزلت لكم الصور. كل اللي انا بعمله بحط عليه مية وبعد كده اصفيه، بس بتكون مية دافية. دلوقتي معايا البصلاية الكبيرة هضربها في الكبة. لو طبعا الكمية اكبر لازم تزودوا الكميات، الحاجات دي بتدي طعم حلو. اول حاجة بحط شوية زيت على النار، بنزل بالبصلاية. دلوقتي كمان هضرب المكونات التانية دي. لو عندكم طماطم برضو اضربوها معايا، ما عندكوش هنزل بمعلقة صلصة وخلاص. هضربهم ضربة خفيفة. ودلوقتي رجعت ابص على البصل طبعا احمر زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالفول الصويا. طبعا بديل الحاجات دي لو عندكم لحمة تمام، بس علشان احنا صايمين حاليا فانا عملتها بالفول الصويا. في ناس بتقول ان الفول الصويا مش كويس، بس احنا زي ما قلت لكم قبل كده مش بناكله كتير، يعني صنف كده بنعمله بناكل فيه في الصيام كده مرة كده مرتين وخلاص. دلوقتي انا بقى بقلب كل المكونات لحد ما ياخد لون كويس. لازم ياخد لون حلو كده ويشرب اي مية جواه، ده اللي بيخليه بصراحة ماسك نفسه كده، بيبقى عامل زي اللحمة بالظبط. بصراحة بيبقى تحفة. دلوقتي انا ضربت كل الفلفل بتاعي، بصفيه. لازم اصفيه من المية علشان ما ينزلش مية على الفول الصويا، انا عايزاه يكون متصفي تماما. دلوقتي رجعت تاني ابص على الفول الصويا. بصوا بدأ يشرب خالص المية، ما فيهوش اي حاجة، بدأ ان هو يتشوح بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بصراحة التشويحة بتاعته دي بتبقى تحفة. تقدروا على فكرة تعملوا بيه برجر، تقدروا تعملوا بيه كفتة صيامي، تقدروا تعملوا بيه مكرونة بشاميل او طاجن مكرونة، تقدروا تعملوا بيه حواوشي، اي حاجة انتوا عايزينها. دلوقتي هنزل بالتوابل بتاعتي: كمون، كزبرة، فلفل اسود وملح. دي مكونات اساسية. وكمان حطيت توم باودر وبصل باودر. وكمان السيزن ده حاجة اساسية معايا في اي اكل صيامي او فطاري لازم احطه. لو عندكم فيجيتا برضو تقدروا تحطوها، او مرقة خضروات برضو بتبقى حلوة قوي. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه لحد ما ريحة التوابل تطلع كده واشم الريحة بتاعتها. وهبدأ ان انا اشوحها شوية كمان علشان تشرب اي مية فيها وتتشوح كده، تبقى عاملة زي اللحمة بالظبط. هسيبها كده تتشوح شوية، وهكون مجهزة الفلفل زي ما قلتلكوا، صفيته من اي مية جواه، وهنزل بيه بقى على الحواوشي او الفول الصويا. هسيبهم كده مع بعض، وحطيت عليهم على فكرة معلقة من الصلصة. دلوقتي عندي العيش البلدي ده، انا كنت جايباه من تريدر، وكان عندي من المرة اللي فاتت، يعني من اول مرة نزل فيها. ودلوقتي الفول الصويا بصوا منظره. حطيت عليه معلقة صلصة زي ما قلتلكوا. لو عندكم طماطم تقدروا تقطعوها وتضيفوها على كل المكونات دي. انا حطيت معلقة من الصلصة وخلاص. طبعا هنجيب صينية ندهنها بالزيت، ونجيب بقى العيش بتاعنا نبدأ ان احنا ندهنه بالزيت، ونبدأ نحط فيه الحواوشي بتاعنا او الخلطة بتاعتنا. كده تمام. انا خلصت كل الكمية اللي معايا، 4 ارغفة زي ما انتم شايفين، علشان الكمية الباقية هعمل بيها طاجن المكرونة، وهنزل لكم بيه فيديو تاني هتشوفوه ان شاء الله. دلوقتي انا دخلته في الفرن وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب ارمشه شوية، يعني بعد ما بيعمل وبياخد وقته في الفرن ببدأ ان انا اولع عليه الشواية شوية علشان يتحمص كده من فوق. انا بحبه كده بصراحة، بيبقى طري من جوه بس من فوق كده ناشف شوية. طبعا ما اقولكوش على طعمه، الطعم بجد حلو جدا جدا. قولولي بقى تركاتكم في الحواوشي سواء صيامي او فطاري بتعملوه ازاي، وبألف هنا علينا وعليكم. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات.